خلي بالكم قبل الدوله الحديثه تقريبا ما كانش في حد في وش مصر. يعني حتى الممالك اللي بتحصل زي المملكه العراقيه ولا المملكه اللي ما كانوش عندهم كل الزخم اللي موجود عندنا، والصراعات كانت صراعات هامشيه على الحدود. لكن في عهد الدوله الحديثه كان في ممالك قويه جدا حوالينا. المملكه البابليه والمملكه الاشوريه والمملكه الحيثيه كانوا تقال قوي. فالصراعات هنا ما كانتش صراعات سهله زي الاول، صراعات عسكريه تقيله فعلا يعني. او طبعا تحتمس الثالث يعني كان في الفتره ديت يعني علم من اعلام العالم كله. ما علينا من ده كله، رمسيس الثاني هنا كعادته بيحب البنايات الضخمه جدا زي ما احنا شايفين، فهو بيعمل الصرح الضخم ده وبيباهي بانتصاره كالمعتاد في كل المنشآت اللي هو عملها. الرمسيوم عمل فيه كده، الكرنك عمل فيه كده، ابو سمبل عمل فيه كده، بيباهي بانتصاره في موقع القادش. النقوش هنا نقوش ضعيفه الى حد كبير، لكن هو احنا هنبص هنا اهوت هنلاقي رمسيس الثاني وهو راكب على العجله الحربيه وهو بيضرب بالسهم بتاعه. يعني مش واضح قوي شكل معسكر الاعداء، لكن هو موجود هنا. شايفين حدوده، شايفين الحدود بتاعته، مش واضح قوي النقوش اللي موجوده، لكن موجوده هنا. وهو في المجلس الحربي وعمال بيتكلم من القوات بتوعه بعد ما ابتدى الحصار يكتشف ان هو هيحصل بسبب الخدعه اللي هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله في ابو سمبل. كعادته بيحب يعمل الاثار تكون شديده الضخامه، وممكن الكواليتي الفني ما يكونش في احسن احواله. احنا شايفين ورانا هنا في 6 تماثيل لرمسيس الثاني، 2 جالسين و4 واقفين. التماثيل اللي موجوده الكواليتي بتاعت صنعتها مش احسن حاجه. ممكن يكون لان هي دي مدرسه طيبه في النحت، ومدرسه طيبه في النحت مش بالجمال بتاع مدرسه منف. احنا لما بنشوف التماثيل اللي معموله في منف بنلاقي نسب دقيقه جدا، بنلاقي شكل عظيم جدا، وبيبان ده قوي في تماثيل الدوله القديمه مثلا يعني. فحتى تماثيل الدوله الوسطى اللي بتبقى معموله في منف غير اللي بتبقى معموله في طيبه. فنبص نلاقي تماثيل منتحتب الثاني فيها عيوب كتيره بنحاول نفسرها دايما، يعني مثلا ده اصل رجله كبيره لانه كان عنده داء الفيل، او رجله كبيره عشان استقرار اكتر في الارض، او رجله كبيره. يعني بنحاول نطلع تفسيرات للشكل اللي احيانا بيبقى غير متسق مع بعضه في المدرسه الطبيه. لكن تماثيل مثلا سنوسرت الاول اللي موجوده حاليا في متحف الحضاره، سنوسرت الاول طبعا في الدوله الوسطى، تماثيل منضبطه جدا وشديده الرقي وشديده الجمال، لان هي اكتشفوها عند المعبد الجنائزي بتاع الهرم اللي قريب من الهرم بتاعه اللي كان في الليشت، اللي هو اقرب لمنف مش اقرب لطيبه. فعلى الارجح ان ديت المدرسه المنفيه. فممكن يكون اللي موجود هنا هي المدرسه الطيبيه، وكان يعني هو لانه غير مهتم قوي بالكماليات بتاعه الصناعه، بس مهتم بالحجم الضخم، يكون قبلها وعداها. التمثالين اللي في النص هنشوفهم دلوقتي، هنلاقي طقس سماتاوي معمول في الجنبين بتوعهم، اللي هو معبود النيل، واسم الملك اهوت في النص اللي هو رع مس ميري إمن، اللي هو مولود رع محبوب امون. وادي اهوت يا جماعه كا نخت ماري معت الاسم الحوري بتاعه. والشكل بقى بتاع القصبه الهوائيه، القصبه الهوائيه والرئتين، وبيربطهم في المعتاد حعب الشمال وحعب الجنوب بزهره اللوتس وزهره البردي، وكانهم بيربطوهم مع بعض. الطقس الدال على توحيد الارضين اسمها تاوي، وان الرابط اللي بيربطهم هو اسم الملك الذي يرتدي تاج الرشتين والقرص الشمس.